خرجت جوليا أسمهان في حصة عشت وشفت تحكي حكايتها من وجهة النظر تاعها، وقالت إنها عايشة حياة الرفاهية مع زوجها، ودركا راهم عايشين في إسبانيا، وأيضا راهي حامل في شهرها الثامن، وهي اللي قطعت علاقتها مع والديها وخوتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه راح نحكيه حكاية أخرى من حكايات الواقع الجزائري، وهذه المرة تكملة لحكاية جوليا أسمهان أو العروس المخطوفة. هذه الحكاية اللي دارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وشفناها الأسبوع اللي فاتت. إنه قصة والدين زوجوا بنتهم ولد 17 سنة، ومن بعد كي راحوا يطلوا على بنتهم لقاوها مختفية أو مخطوفة. حبوا يتواصلوا مع بنتهم وما قدروش، وكيما راحوا للبيت تاع البنت هدية لقاو باللي زوجها وشيخة يحاصروا فيهم، يقولوا لهم خرجوا لينا وبنتكم نساوها، خلاص مديتوا بنتكم درك نساوها. اليوم يعني الحد خرجت جوليا أسمهان تحكي حكايتها هي من وجهة النظر نتاعها، وهضرت كلام مغاير تماما لكلام تاع الوالدين. وقالت جوليا إنها عايشة حياة الرفاهية ولا بأس بيها مع رجلها، وراهم دركا عايشين في إسبانيا حياة جميلة جدا، وأيضا هي حامل في شهرها الثامن. وكي سقساها الصحفي قال لها وش هي العلاقة بينك وبين أمك؟ قالت له باللي الحكاية تاعها بدات كي كانت صغيرة، وكي كانت عايشة في دار والديها كانت تتعرض للضغط النفسي من قبل الأم نتاعها ومن العائلة تاعها. قالت إنه أمها كانت تضغط عليها بزاف، وكانت تخدمها فوق اللازم، يعني كانت هي اللي تطيب، هي اللي تسيق، هي اللي تدير كلش، وكانت عايشة في ضغط نفسي كبير وكارهة من عيشتها تاع الدار. ولما تقدم لها أسامة قبلت به باش تهرب من هذاك الضغط النفسي اللي كانت عايشة فيه، فتزوجت بزوجها اللي اسمه أسامة وعاشت معاه فترة. ولكن بعد العرس لقات باللي أمها تعيط لها في الهاتف، تحب تتواصل معاها، تحب تسقسي عليها، تحب تروح عندها. وحسب يعني وش فهمنا من هضرة تاع جوليا أسمهان إنه أمها ما كانش تعيط لها ولا تسقسي عليها محبة. قالت إنه أمها تعيط لها غير عجل المصلحة تاعها فقط، يعني أمها تحب تبروفيتي من بنتها وتحوس على دراهم راجلها، يعني حابة بنتها تجيب من عند راجلها الدراهم وتمدلها، يعني عقلية تاع مصلحة. فأسمهان جوليا ما حبتش، رفضت هذا الشيء. وقالت أيضا إنه مرة أمها سرقت دراهم من عند راجلها، كي قالت لها رجعي دراهم تاع راجلي، أمها ما حبش ترجع هذاك المبلغ المالي اللي داتو، وما حبش تصرح قداش المبلغ. وقالت انها تعيط لي غير على جال المصلحة نتاعها، تحوس على الدراهم، تحوس على الفايدة نتاعها، وكبروا المشاكل بيناتنا. وسامحناها خطرة زوز ثلاثة، الأم ما حبش تفهم، والأم ما حبتش يعني كما نقولوا تعقل. فجوليا أسمهان قالت باللي أمها أذتها نفسيا فوق اللازم، وسامحتها قدام خاطرها وما قدرتش تصبر أكتر من هاك، وقررت أنها تقطع العلاقة تاعها مع أمها وخوتها وولديها. وقالت أسمهان تفصيل جديد، يعني معلومة جديدة قالتها، وأم أيضا جوليا ما نكرهتهاش. قالت باللي أم جوليا باللي راهي في الشرعة مع خوالها ومع جدتها اللي هي أمها على جال الدراهم وعلى جال الورث، وراهم في مشكل كبير. وأم جوليا مقاطعة جدة جوليا اللي هي يعني أم جوليا أمها، يعني تمنى تفهموا عليا. قالت باللي 6 سنين ما تهدرش مع جدها، 6 سنين كاملة ما تحكيش معاها على جال الدراهم وعلى جال المال. وكي سقسى الصحفي أم جوليا قال لها انت يا صح يعني كاينة منها الحكاية هذه؟ قالت له الأم صح كاينة منها وما نكرتش، يعني قالت لكن قالت باللي المشاكل نتاعها هي مع أمها يعني تبقى خصوصيات. وقالت باللي أنا ما جبتش الحكاية احتراما لأمي، ومهما يسرى بيني وبين أمي ما نهدرش عليها.
وكي سقسى الصحفي جوليا اسمهان قال لها وخوتك كيفاش علاقتك بيهم؟ قالت لهم باللي انا ما عندي حتى علاقة مع خوتي، وباللي جدة هي اللي ربيتنا، يعني ربيت خوتها وربيتها هي، وقالت باللي احنا كنا متربيين مع جدتنا ومتعلقين بها اكثر من امنا. يعني كانت العلاقة مع الجدة علاقة كبيرة ومليحة. وأيضا قالت جوليا أسمهان باللي اللي متكفل بيها واللي مسؤول عليها بعد زوجها وعائلة زوجها. وقالت أيضا إنه العائلة تاع الزوج نتاعها ناس طيبين وما شفت منهم غير كل الخير. إنه خالها يعني خوالها قالت بلي هما كلش في حياتها، وبلي العائلة تاعها هي جدتها أو خوالها، وذكرت إنه عندها خال هو اللي يعني مسؤول عليها. وكي سقسى الصحفي اسمهان وقال لها لا سمح الله زوجك يتوفى ولا يطلقك وين تروحي وش تديري؟ قالت له نروح عند خوالي أو عند جدة لأنهم هم الأشخاص الوحيدين اللي يحبوني ويحبوا لي الخير. وأما بالنسبة لزوج أسمهان اللي هضر هو أيضا وخرج في هذا اللقاء، وسقساه الصحفي قال له وش رايك؟ يعني شفنا باللي الزوج ما حبش يمد رأي، قال أنا خاطيني مرتي هي كلش، ربي يسهل بينها وبين أم عليها. أنا دخلت باش نحل الخلاف بينها وبين أمها، لكن قد ما نحاول نحل الخلاف يدوروا عليا ويحطوني أنا الغلط، فجبت روحي ضربة واحدة وما بقيش نحوس نفهم. وإذا حابين معلومات أكتر وتفاصيل أكتر روحوا جيبوا خال الزوجة نتاعي يعني خال أسمهان، هو اللي على باله بكلش وهو عنده تفاصيل كاملة. وهنايا وصلنا إلى نهاية قصة أسمهان جوليا. كانت هذه هي الحكاية تاعها. بالنسبة لجوليا أسمهان احنا كي شفناها في البرنامج يعني فاجأتنا كامل وخلعتنا صراحة. علاش؟ لأنه أم جوليا أسمهان كي هضرت على بنتها قالت بلي بنتها طفلة ناس ملاح، طفلة نية، طفلة ما شاء الله متربية، يعني صفحة بيضاء، وشبهت بنتها بالملاك. قالت بلي بنتي أنا ملايكة، قالت بلي بنتي أنا ما تعرفش ومغمضة العينين وحتى برطابل ما درتلهاش وما تعرف والو ما تفهم هاد شي غير تبع برك. أما جوليا أسمهان اللي شفناها في حصة اليوم يعني شفنا طفلة واحدة أخرى معاكسة تماما على هذا هدرتها أمها. شفنا طفلة تحكي بكل ثقة وتحكي بكل يعني قوة شخصية، ما شفناش مرأة خايفة ولا يعني ضعيفة ولا لا، شفنا إنسانة نورمال. بالنسبة للزوج اسمهان جوليا اللي هو أسامة، الحاجة اللي لاحظتها في زوجها إنه قالهم أنا ما عندي ما دخلني، يعني في الآخر هو جبد روحه من الحكاية، قال بلي أنا ما عندي ما دخلني في هذه الحكاية. وجوليا هذه بينها وبين أمها يعني المشكل تاعها الله يسهل، أنا دخلت روحي قدام من خطرة وداروا عليا خلاص بطلت. ولكن لاحظت أنا حاجة بلي أخت جوليا أسمهان اللي حضرت في البرنامج يعني تبان هذيك صح طفلة حنينة، تبان هذيك صح طفلة عقلة يعني تهدر بالعقل وكذا. أما جوليا أسمهان قاعدة تمضغ في الشنقوم قاعدة تحكي مع الصحفي وتضحك ونورمال خلا، ما شفناش طفلة عاقلة. وكاين بزاف اشاعات بخصوص هذه الحكايه، كاين ناس يقولوا باللي جوليا اسمهان راهي متزوجه بشيخه، وكاين اللي يقولوا باللي هدية جوليا اسمهان باللي أمها باعتها بمبلغ مالي كبير لهذا الشخص هذا اللي داها الإسباني، ودات دراهم كبار على بنتها على ظهر بنتها، ومن بعد صحات ضمير نتاعها وحبت ترجع بنتها. وعلى هديك جات الحصة تاع عشت وشفت بتحكي على بنتها باه ترجعها عندها، لكن تفاجأت انه بنتها تم غسل دماغها وبنتها كرهت امها ومش حابة ترجع عند امها خلاص، قلت لها ما نجيكش وخطيني وفضت، يعني ما بقيتش نحب نشوفك في حياتي وانتي انسانة ماشي مليحة. يعني تبقى اشاعات يعني الناس كل واحد واش يهدر. وهنايا وصلت إلى نهاية الفيديو. الحمد لله شفنا جوليا أسمهان بصحة جيدة وشفناها يعني لاباس عليها. شكرا على المشاهدة.